السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل متابعيني الجمال. يا رب تكونوا في احسن حال، كل سنه وانتم طيبين. النهارده رحت السوبر ماركت وجبت لكم مجموعه كبيره وتشكيله حلوه جدا من منتجات تيكا فان. طبعا هي بتبقى حلويات للاطفال، بس طبعا بيبقى فيها العاب وفيها مفاجآت. فجمعت لكم يعني حاجات كتير منها، كل اللي كان موجود على الستاند خدت منه واحد، باستثناء طبعا اللولي بوب والبونبون والحاجات اللي هي يعني لوحدها، لان كل الحاجات دي موجود منها بداخل سواء كان الكونو او الماجيك او البيضه بتاعت الجيرل او البوي. هي كل الحاجات موجودة جوه، حتى المارشميلو جبت لكم منه. جبت لكم من اغلى حاجة لارخص حاجة، او العكس يعني من ارخص حاجة لحد اغلى حاجة كانت موجودة في السوبر ماركت، عشان كتير مننا عايزين يعرف ايه اللي جوه المنتجات ديت، وايه هي الالعاب، وايه هو الحلويات ونوعها يعني الموجودة في تيكو فن، اللي هو مغرق طبعا الاعلانات بتاعته موجودة زي ما انتوا بتشوفوه في التلفزيون. وكل حاجة موجودة في منها جيرل وبوي، يعني البنت وللولد، والوان كتير جدا، وانتوا تختاروا اللي انتوا عايزينه. ودي طبعا الماجيك، ودي كانت اغلى حاجة لان هي يعني فيها حاجات كتير جدا جواها، هنفتحها دلوقتي وهنشوفها مع بعض. والكونو برضو كان برضو طبعا تقيل ومليان حاجات، برضو هنفتحها وهنشوف بداخلها ايه يعني. هي الماجيك دي كانت شفافة، وكانت يعني باين كل المحتويات اللي جواها، فانتوا ممكن كمان تنقوا وتختاروا يعني اللعبة اللي تعجبكم لانها بتبقى باينة. في حاجات بقى مستخبية هنفتحها دلوقتي مع بعض. وده المارشميلو بتاعهم تقريبا، ده كانت ارخص حاجة، الكيس ب5 جنيه. كل الحاجات اللي موجودة ديت اسعارها من 5 جنيه اللي هو المارشميلو، وبعد كده بتبدأ بقى من 30 ل70 جنيه، يعني اغلى حاجة كانت ب70 جنيه. دي برضو اللي هي روبوت اللبان، ماكينة الروبوت اللبان، هنشوفها دلوقتي مع بعض، نرتب الحاجات ونرجع كده ونشوف هنبدأ بإيه. انا اخترت ان انا ابدأ بدي لان هي بصراحة كانت عجباني قوي قوي قوي، وكنت عايزة اعرف هي كانت بتعمل ازاي. احنا ما علينا ان احنا بنحرك الدراع دوت، وبعدين لما بنجيب التلات اشكال زي بعض بنطلع هي واحدة من اللبان. عارفين انتوا اللي في السوبر ماركت اللي هو بنحط الجنيه ونلف، هي نفس الفكرة بالظبط، بس دي طبعا مش بنحط جنيه ولا حاجة، لكن بنلف الدراع، ولما بيجي 3 شبه بعض بتنزل لكم واحدة من اللبان. طبعا انا ما جبتش هنا، بس جبت في الاول على فكرة، بس ما نزلتش تقريبا عشان كنت عوجها كده. انا جبت ال3 شبه بعض اهي، نزلت معايا واحدة من اللبان. حلوة الفكرة، يعني الفكرة نفسها حلوة عجبتني، عشان خاطر برضو الأطفال ما ياخدوش كل ده ويحطوه ايه على بقهم مرة واحدة. فاللي يكسب ويكون حظه كويس، طبعا ده هنا فيه غش، فما ايه فما نزلتش معايا، فهحاول تاني، ولو كسبت هتنزل. كسبت، هي ضاعت بس هي نزلت جوه، انا شفتها اهو. طيب هنا معايا الكونو دوت عجبني قوي، علشان خاطر هو كمان حصالة، يعني الحاجات اللي هي اللي احنا مش هناكل اللي فيها او نلعب بيها وبعد كده نرميها، لا، هنستفاد بيها وهنحوش فيها كمان. في الوان زي ما انتوا شفتوا على الستاند اللي انتوا عايزينه، في بوي، وفي للجرل. طبعا هم قاسمينه كده نصين، حاجات الناحية دي العاب، وهنا كمان حلويات والعاب. دي الكورة المفروض ان انا بخبطها كده بتنور، بس طبعا هي مش راضية خالص، تقريبا بايظة. فالكرة دي طلعت بايظة، لان انا جربتها كتير وقعدت ارج في الكون وما اشتغلتش خالص. طيب بقيت الكونو ده فيه ايه؟ في النضارة الكيوت دي، بتفكرني بنضارة بكيزة وزغلول في الفيلم. بتتني وبتتفرد، بحيث ان احنا نحطها يعني ايه، الاطفال بتفرح قوي بالحاجات دي، تحطها في الشنطة بتاعتها، لان دي طبعا مكان مكتوب عليها جيرل. وهنا كمان ده وايت شوكليت،
او الشوكولاتة البيضة يعني، في الكيس كده. بتفتح الكيس وطبعا بناكلها. واتنين بونبون على اتنين لبان، وكمان واحدة لولي بوب. وده كمان اللي هو حاجات بنركبها، وكمان بازل كده ثلاثي الأبعاد. دي بقى الحصالة نقدر نحوش فيها، وبعد كده نطلع اللي فيها طبعا، وما تتربيش يعني، لان في حصالات كتير وتبقى موجودة لازم نفتحها نبوظها ونرميها على كده. طيب معايا كمان القلب الجميل ده، برضو حصالة. في ايه بقى؟ برضو في بازل ثلاثي الأبعاد اللي هو بيبقى مجسم كده، تفكوه من الورقة وتركبوه. وفي الطيارة دي، وبرضو التلاتة بونبوني على واحدة لولي بوب. وبرضو اللي هي بتنور مش بتنور للأسف، مش عارفة ليه. هل اللي بيجي يشتري بقى بيمسك القلب او الكون ويقعد يرج فيه لما بيبوظوها؟ مش عارفة بصراحة. وانا طبعا ما عملتش كده وانا بشتريها، فانا كنت فاكرة ان هي بقى عادي يعني، انا هيطلع لي اللي جواها انا وحظي. بس طلعت بايظة هي كمان. والطيارة زي ما انتوا عارفين كده، اللي هي ايه، بالضغط كده وبتجري على الارض. لكن كحصالة يعني، هي وهو بيقفل كويس القلب وحلو برضه، وعجبني كحصالة. المارشميلو في نوعين، واحد البينك والتاني البلو. ومن جوه قلب كده زي ما انتوا شايفين، وبيبقى برضو من جوه لونين عشان محدش يزعل. طعمه حلو وكويس. طيب ناخد بقى اللي هو البيض ده، موجود منه كبير، اللي في ايدي دي كبيرة، واللي بتلمع هناك دي وسط، وفي كمان الصغيرة اللي هي نص اللي في ايدي دي، بس انا ما جبتش الصغيرة. محتويات بقى الكبيرة فيها ايه؟ فيها طبعا الجزء الخاص بالشوكولاتة يعني الحلوة، وشوية ألعاب كده برضو، واحدة بازل على دي ميدالية بتنور وتطفي. بس هي كانت معلقة في ايدي شوية بصراحة، مش عارفة بقى العيب في العربية ولا العيب في ايه. بتجيب كده شوية ألوان. وفي الفراشة دي، كل الحاجات اللي بتطير بتمشي على الأرض. وفي برضو اتنين بونبوني وواحد لبان. لبان زي بتاع زمان ده، اللي هو لما نفتحه نلاقي فيه الورقة اللي هي بتطبع كده، كأنك ايه عامل تاتو يعني. طبعا كل واحد بقى وحظه والشكل اللي هو بيطلع له. بنعملها بالمية كده. طب نفتح ونشوف بقى طعمها ايه. هي فيها كرات كده من البسكوت مع الشوكولاتة، بس طعمها حلو. طيب نفتح البينك برضو ونشوف الحاجات اللي هي للبنات. انا بصراحة مش حاسة يعني ان كله يعني، بصوا يعني البنات والولاد في العاب ساعات بتبقى مشتركة. برضو البونبوني وكمان اللبانة. ودي نحلة اللي هي بتتركب برضو كده، وبتدور زي ما انتوا شايفينها كده، بتاعت زمان دي. ودي كمان زيها برضو الكورة هنا، دي المعلقة. دي نحلة بس كبيرة شوية. وهنا كمان ده كيس كده فيه توك. طبعا ده عشان خاطر بتاعة الايه البنات. 4 توك استك على واحدة كده فيها ايه كورتين. طيب ده الشكل اللي انا كنت مطلعاه في البداية خالص، اللي كان فيه الكونو. طب نفتح كده البلو ونشوف فيها ايه هي الالعاب اللي فيها.
دي صفارة، ده الجزء كمان الخاص بيها، حلوة كويسة وصوتها عالي وشغالة، بس طبعا مش عايزة ادوشكوا يعني. وكمان في العربية دي، هي بعافية شوية لكن بتمشي يعني، بتاخد وقت شوية وبعد كده بتمشي. وفي اللي هو كيس الحلوى اللي هو الشوكولاتة، انا كان طالع لي الشوكولاتة بيضة ودلوقتي الشوكولاتة الايه الغامقة والبلاك. وفي برضو اللي هو البازل ثلاثي الابعاد ده، واتنين لبان على واحدة لولي بوب. والكرة اللي بتنور برضو مش بتنور، مش عارفة ايه السبب، قلت اطمن بقى على دي بالمرة. اهو بصوا هنا بتنور، الحمد لله ان طلع لي واحدة فيهم شغالة. ده كمان نفس الحكاية، واحد بازل على واحد شوكليت على واحد لولي بوب، واللعبة وفيه بازل كمان صغير فك وتركيب وبيتلزق عليه ستيكر، واتنين لبانة والكرة اللي بتنور دي، واللعبة السلحفة اللي هي بتنط. انا ما كنتش عارفاها بس بصراحة لما يعني افتكرتها، يعني بتدوس عليها كده تقوم ايه فطة، خلوا السلحفة تجري، مع ان السلحفة اصلا يعني مشيتها ضعيفة قوي. يعني شوف تكنولوجيا بقى، السلحفة دلوقتي بقت ايه طيارة. معايا كمان المصاصات دي صراحة فكرتها حلوة قوي، علشان خاطر هي طبعا انتوا عارفين ولادنا لما بنجيب المصاصة و بيفتحوها، يعني ساعات بيركنوها ونفضل بقى نقول تعالي افتحها كلها مش عارف ايه سبتها ايه، ونقعد نغطي فيها ونحط فيها، وساعات بتترمي برضو. لكن الفكرة هنا ان احنا هنحطها كده بعد ما ياكلوا منها يعني، وتغطي عليها وتحميها، وقت ما يحبوا ان هم عايزين تاني بيفتحوها بالزرار ده كده وتطلع لهم. فاهمين الفكرة؟ مع طبعا الشكل اللي هو الروبت ده، وفي منها الوان تختاروا اللي انتوا عايزينه. معايا اخر حاجتين، افتح الماجيك ده اللي هو مليان حاجات. في ايه بقى الماجيك ده؟ طبعا الحاجات كلها باينة لان هو شفاف زي ما انتوا شايفينه كده. ودي طبعا مش هنرميها يعني بعد ما نطلع اللي فيها، هقول لكم دلوقتي ايه اللي بيحصل بيها يعني، او هنعمل بيها ايه. طلع لي العربية اللي هي الونش دي، نفس الفكرة يعني بتمشي كده. وكمان طلع لي الميدالية دي، انا كان طلع لي واحدة قبل كده من شوية زيها، بس دي يعني ايه الزرار بتاعها كويس برضو، بتنور الوان وهي ميدالية. واكيد طبعا ده اللي منورنا في كل المنتجات، البازل اللي هو 3D. وطبعا كام واحدة من البونبون، تقريبا 6 على 2 لبان على واحدة لولي بوب، ودي الحمد لله شغالة. وطبعا واحدة شوكليت، وكمان دي النحلة زي اللي كانت طالعالي قبل كده. بعد كده بقى ما ياخدوا اللي فيها هتقفلوها تاني كده، وبعدين هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يرجوها وتنور. ده بقى اخر حاجة معايا اللي هو البروجيكت. هو حلو بصراحة، الفكرة عجبتني. فيه هنا شوكوبون، طبعا شوكوبون قلت عليه قبل كده، كان زمان شوكوبون كده، دلوقتي بقى عامل زي الايه انتوا عارفين بقى. بصوا بقى الاشكال اللي انتوا تختاروها، انا اخترت اللي هو يعني السمكة نيمو ديت بكل الصور الخاصة بيها، لان انا بحبها بصراحة وبحب كل حاجة في اعماق البحار يعني. انتوا تقدروا تجربوا هناك وانتوا بتشتروا وتختاروا اللي انتوا عايزينه.
يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم النهارده واستفدتوا منه، وتروحوا تشتروا اللي انتوا يعني عارفين المحتويات اللي انتوا هتشتروه ايه، علشان طبعا كتير مننا بيقول هي جواها ايه، هي فيها ايه، هي تستاهل ان انا اشتريها ولا لأ. فطبعا اكتر حاجة عجبتني ويعني اتبسطت بيها هي الكونو، مش عشان خاطر المحتويات اللي جواه، لا عشان خاطر هو هينفعني بعد كده ان انا اعمله حصالة. وطبعا الروبوت اللي هو بتاع اللبان ده، عشان كمان انه ممكن لما يخلص هفتحه من الحتة الصفرا اللي فوق دي وهحط فيه سواء كان لبان او بونبوني تاني. ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.